النهارده رسميا حسام وابراهيم حسن تم توقيع عقود الاداره الفنيه لمنتخب مصر. احنا رسمي دلوقتي بقى حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر وابراهيم حسن هو مدير الكوره. مبروك لحسام وابراهيم حسن. لكن الصوره هنا بتوضح كم الانقسام اللي موجود في اتحاد الكوره. فين حازم امام ومحمد بركات من الصوره دي؟ وانت يا حازم لما تجيب واحد زي فيتوريا ويفشل خلاص بقى يبقى هتسيب اتحاد الكوره وتسيب الدنيا وتقول لهم اعملوا بقى اللي عايزين تعملوه ويخربوها؟ مش كده. المفروض اتحاد الكوره كلهم على قلب رجل واحد. يبقى في اختيار، والاختيار اللي يطلع من اتحاد الكوره كله يدعمه، حتى انت يا حازم او يا بركات ما انتش موافق بيه، بس ما دام اتحاد الكوره وافق عليه كله الاغلبيه خلاص احنا ندعمه. لكن الصوره دي ومش عايز بقى ومش لاعب مش مكمل معاكم، مش منظر، وتقلل منك كمان. بتاكد الصوره اللي احنا شفناها قبل كده ان حضرتك جبت فيتوريا، وفيتوريا كان اسوأ اختيار. مش بس كده، حتى فيتوريا واضح جدا من اختياراته للعيبه ان في تدخلات من اتحاد الكوره ومن الانديه، وكانت الدنيا بايظه. ارفعوا ايديكم عن منتخب مصر. جبتوا حسام وابراهيم دون المسؤولين عن المنتخب، حضرتك كاتحاد كوره مالكش علاقه بيهم، توجههم من بعيد، لكن ما تتدخلش في اختيارات لعيبه، ما تتدخلش في مواعيد ماتشات، ما تتدخلش في اي حاجه تخص المنتخب لو سمحت عشان تنجح. الصوره النهارده احزنتني جدا، عدم وجود حازم امام ومحمد بركات في شرخ في اتحاد الكوره. كان اولى ليهم ان هم يستقيلوا ويسيبوا الاتحاد ويسيبوا المكان فاضي. لكن بالوضع اللي انا شايفه ده صراحه حاجه فعلا صوره محزنه لحازم وبركات.